السلام عليكم. الدولة خلاص قررت تحارب الدولار وتموته وهتقل قيمته. طبعا بعد ما الفيدرالي الامريكي رفع الفايدة وسحب كل الدولار من السوق المصري، الدولار رفع قدام الجنيه اكتر من الضعف تقريبا. بس اللي هيحصل الفترة اللي جاية هو انخفاض في سعر الدولار. انا هقولك على شوية معلومات هتكشف لك ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل في الدولار في السوق المصري. بداية الحكاية ان الحكومة المصرية قللت اعتمادها على الدولار عن طريق بقى عمل اتفاقيات مع دول على التبادل التجاري بالعملة المحلية. وأقرب مثال مع روسيا، هنستورد بالمصري وهنصدر بالروبل الروسي. طبعا دي حاجة كويسة جدا، هتوفر عملة صعبة. بس برضو مصر شافت إن ده مش كفاية. أنت لسه كدولة مصروفاتك أكتر من إيراداتك، ومحتاج برضو تزود إيراداتك من الدولار. وده مش هيجي غير لما تزود إنتاجك، بس مش من الصناعات، لأ كمان تزود إنتاجك من الخدمات زي السياحة. وفعلا السياحة عاملة رقم قياسي السنة دي، وزي قناة السويس توقعات بوصولها لرقم قياسي وهو 9 مليار دولار السنة دي برضه. وحاليا كل سنة في افتتاح مصانع جديدة وأرقام الصادرات بتزيد، وإنتاج الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة. كل المصادر دي وبرضه مش كفاية. الحكومة شايفة إن لسه محتاجين أكتر، لأن لسه في عجز وفجوة بين الإيرادات والمصروفات. طب إيه الحل؟ إيه الحل اللي الدولة المصرية راحت له بتفكر فيه؟ مفيش شك إن المصريين بالخارج هم أهم أسباب دخول عملة صعبة لمصر، وبيتم تحويل سنويا 33 مليار دولار. مع إن لو في عوامل جذب وتنظيم أكتر هيتم تحويل أضعاف الرقم ده. وده اللي الدولة فكرت فيه أخيرا. البنك الأهلي المصري حاليا بيجهز لحاجة اسمها شهادة النيل. إيه هي بقى شهادة النيل؟ هي شهادة بتديك فايدة 10% على الدولار، وده بيعتبر فايدة كبيرة جدا. الشهادة دي اللي مسموح له يعملها بس هم المصريين في الخارج أو المصري مزدوج الجنسية. والشرط ده هيخلي فيه دخول كبير للعملة الصعبة من الخارج إلى داخل مصر، مش من السوق المصري الداخلي. لما يدخل دولارات بكميات كبيرة من بره، فانت كده كسوق سودا مع السلامة، هتقضي على السوق السودا تماما. نظام الشهادة الدولارية دي عبارة عن شهادة لمدة 3 سنين ما تقدرش ترجعها قبل 6 شهور. فلو حضرتك رجعت الشهادة بعد 6 شهور هتاخد فايدة 7%. ولو كملت سنتين الفايدة سنوية هتبقى 8%. ولو كملت الثلاث سنين كلها هتاخد 10% سنوية. النظام ده هيخلي مليارات من الدولارات تدخل مصر، وسعر الدولار هينزل قدام الجنيه، وهيكون في تحسن كبير في الاقتصاد المصري. في النهاية دايما بتمنى الخير لمصر ولشعبها، وربنا يديم علينا نعمة الاستقرار. سلام.